أحلى سلام الغزالات، نتمنى تكونوا بأحسن تمام الصحة والعافية يا رب العالمين، وتكونوا بألف ألف خير. هاد البداية هادي ديال هاد لا فيديو غنخصصها خاصة للغزالة ديالي والأخت الصديقة الوفية البلجيكية الأسفوية يا لالا. لك يا كفاتحة لك هاد لا فيديو، هاد الديبار ديال الفيديو خاص بك. انتي قلتي ليا كيفاش كتوجدي ديك القهوة، بالإضافة الله يرحم ليك الوالدين. أنا انتي ليا الوالدين راه الحمد لله الخير وما فيه. والدي والديك الزين ديال ربي يحفظك، ونتمنى انك تكوني بألف تمام الصحة والعافية، وانك بألف ألف خير، والزوج ديالك الكريم انه بالشفاء والعافية يا رب. هنايا غادي نتوجدي هاد القهوة يا لالا بهاد الطريقة هادي اللي هي سهلة مهلة، ما فيها لا تعب ولا شي حاجة اللي غادي تقولي انه تجيك يعني صعيبة ولا في التحضير ديالها. وحتى المكونات راه بساط جدا. عندنا 2 معالق ديال العسل كيما ضفتهم لهاد النصف كأس ديال الماء كيف ما كتشوفي معايا، واي قهوه متوفره عندك ديال سريعه الذوبان بلا ما ندير الاشهار للشركات راكي عارفه. بالنسبه لأنا متوجده عندي هاد يعني نسكافيه هي اللي غادي نوجدها بها. توجدت عندك اي ماركه اخرى يعني راه تما حديث ولا حرج، معروف باللي كافي وهكايا ديال سريعه الذوبان راه كاينه بزاف متوفره. وغادي توجديها بهذه الطريقه هذه راه قهوه جديده عليكم في بلجيكا لا ياكي. ونتمنى انها تعجبك. وكنوجدوها بهذه الطريقه، تحركيها مزيان حتى تكون يعني منسجمه هاد المكونات هادي اللي قلنا. الماء يكون غير ماء عادي، خصوصا يعني الا كان ماء معدني يستحسن. وقلنا العسل اللي كان حر مزيان غيكون احسن، لانه صحي بلا ما نضيفوا السكر، خصوصا الناس اللي ما كيتناولوش السكر. انا كنقادها بالعسل الحر ديال البلاد، العسل اللي تيكون حر من مستخلصات الليمون. وكنوجدها بهذه الطريقه هذه. كنخلطها بالضراب الكهربائي كيف ما كتلاحظي معايا، كنخلط وكنرتاح شويه، كنخلي الخليط يرتاح شويه وعاد تنضرب ثاني حتى تنحصل على واحد الكريمه اللي كتكون بحال الكريمه اللي كتوجد في الباتيسريات، يعني الكريمه اللي هي منسجمه وشاده وقابطه في راسها. ومن بعدها تنحاول نقاد واحد يعني سوبيره. كنفضل انها تكون ديال البلاستيك، لان هاد يعني القهوه هذه كتحط في الفريغو، ما كتحطش في الثلاجه لتحت باش ما ترجعش للذوبان ديالها، وانها تحافظ على يعني الشكل ديالها اللي كيعود كريمي. كنخليها في ديك السوبيره اللي كتدخل الفريغو على هاد الشكل هذا. كتكون السوبيره اللي هي ناشفه من الماء، نقيقيه وممسوحه مزيان. كنعدل فيها هاد الكافي ديالي وكنحطها في الفريغو الفوق. في اثناء الاستعمال كنخليها اخر حاجه، يعني اخر حاجه كنوجد يعني الطاس ديالي ديال الكافي. الا كان ديال الحليب كنوجدو، كان كذلك الطاس اللي هو غير يعني القريعه اللي غنوضع فيها لي كلاصون باش نزيد عليها هاد القهوه هادي. كنوضع فيها الحليب كيف ما كتعرفوا يكون بارد، عاد لي كلاصون حتى نزيد عليها هاد القهوه هادي. الا كنتي غتوجديها مع الحليب سخون راه حتى هي كتجي غزاله، كتجي بحال الكابوتشينو وكتجي هايله في المذاق ديالها. بالنسبه هنا في الخفقان ديالها فاش كنعودوا نقادو هاد القهوه هادي، الا كان يعني بامكانك انك تضيفي ليها واحد شويش ديال الكاكاو، ولا انك تضيفي ليها نكهه الشوكولا، ممكن تضيفيها. يعني كتضيفي الشوكولا يا لاله هنا، ولا انك تضيفي كذلك مسحوق ديال الشوكولا ولا مسحوق ديال الكاكاو تيجي فيها واعر، ولا قبيصه ديال القريفه. المهم بغيتي تقديها بالاعشاب كتقديها، بغيتي تقديها بالشوكولا كتقديها بالشوكولا. انا درتها غير عاديه هكا، درت فيها غير عسيله كيف ما قلت لك والماء، بالاضافه الى قهوه ديال سريعه الذوبان. كنخلطها مزيان. هنايا الطريقه هذه ديال التخلاط هي اللي كطلعها. اذا تنخلط وكنرتاح شويه، من بعد كنخلط مزيان حتى كتكون منسجمه، ونديروها في السوبيره ديالنا وفي الثلاجه. وهكا تتوجد معنا هاد القهوه الى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالك، وانك تجربيها. وحتى المتتبعات ديالنا ان شاء الله نتمنوا انهم يجربوها. غير كان فاتحه بالاخص لانه وصاتني عليها الحبيبه ديالي، وقلت ما غاديش يعني ما ردهاش في وجهك يا ودي فاتحه. ربي يحفظك ويخلي لك صحيحتك. ونتمنى من المتتبعات ديالي الا كيشاهدوا هذا الفيديو يزوروك، يدخلوا عندك انسانه اجتماعيه غزاله
طوب وظريفه، وحتى هي كتعطينا واحد الموتيفاسيون، كتعطينا دي فيديوهات اللي هما من بلجيكا، من اماكن اللي غزاله اللي كتزورها. ان شاء الله تكونوا تتبعوها وتكون صديقه لكم، صديقه وفيه. ونتمنى انكم تزوروا القناه ديالها وتوضعوا ليها كذلك لي لايك والاشتراكات لما لا، وتكون صديقه وفيه لكم ايضا. وبصحتك وراحتك يا لاله فاتحه، بصحتك بالصحه والراحه. ديديكاس واحلى ديديكاس من المغرب. نتمنى انك تكوني بالف الف خير وندوزو، وما تكمليش لا فيديو في هاد القهيوات تمشي تقاديها وتخليني. لا لا، كملي معايا لا فيديو كاملي معايا. لا لا فيديو جلسي تكملي كاع لا فيديو كامل. بالنسبه لليوم ديالنا كيف ما كتشاهدوا غادي نتبعوه بهذه الطريقه هذه اللي هي كندوزو من بعد ما قدينا القهوه اللي وصلتني عليها الاخت فاتحه من بلجيكا، فاتحه الاسفيويه. وهنايا كندوزو باش نقادو الكويزين ديالنا. يوم بديتو بالتخمال، موتيفاسيون تخمال يا لاله، سالات العطله وبدايه جديده، وتنقول لكم بدايه موفقه ان شاء الله. ونتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر. وهكا بديت النهار ديالي كيف ما كتلاحظوا. اليوم دخلتكم معايا الكيتشن مرونه مقلوبه راسها على سفلها كما كيقولوا. هبطت كاع المعينات ديال الفوق، خاصني نحيدهم عليا ونغسلهم ونقيهم وباش يرجعوا للبليصه ديالهم. كيف ما كتعرفوا الخدمه كتاخذ منك واحد لو طون، ولكن الدار حتى هي خاصها الوقيته ديالها. اذا تنحاولوا دائما نوفقوا ما بين الوقيته ديال العمل والوقيته للدار والوقيته الوليدات، فلا بد من كل حاجه نعطيوها الوقيته ديالها. هنا غادي نهبط هاد المعينات كاملين كيف ما كتشاهدوا معايا. غنحاول نقاد السرابس كل لون بوحدو. هنا عندي في الزرق الاغلبيه تيكونوا عندي 3 ولا 4، كنحاول نقادهم بالاضافه الى السرابس اللي هما صغار. وهكايا هادو فيهم 4، وهنا غادي ندوز باش نقادهم كاملين. والصراحه بالنسبه هنايا غادي نحاول نقاد حتى الكويسات حتى هما تنعطيهم وقتهم. عندي هاد لي مارك هادو القدام، عقلت البنات على هاد الطبيسيل هذا. صراحه اي كوزينه مغربيه ما كيخطاها، ما تقولوش ليا اللي عندها دوز عندي الكومونتير وتشير واش عندكم الاحمر هذا ولا دوك الزروقه. المهم بالنسبه لهاد الطوس هذا راه كيحيد الباله ولباس على الديور ديال المغاربه. فيما كتلقاي شي دار مغربيه الا وعندها هاد البصمه هادي ديال هاد طبسيل طوس الحر يا لاله. وبالنسبه لهادو كاملين سرابس اللي تيكونوا بيضين فيهم يعني تقريبا شي 8، كنحاول نقادهم في القياس ديالهم. كاينين لي كون متوسطين موين والبتي، وكندوز باش نقاد الكويسات حتى هما. الكويسات لي طاس غالبا عندي هاد لي طاس لي شكل هاد الشكيكل هذا اللي تيكونوا ديال لي سواغي، بالاضافه للشكل اللي تيكون عادي لي طاس ديال لي كافي. كل حاجه خاصني نقادها ونقادها مزيان باش ترجع للبليصه ديالها. واي حاجه بغيتها كتبان هكا في البلاكار وكنحاول نهزها يعني في كل وقيته اللي كنحتاج شي حاجه كتبان ليا. بالنسبه للبلاكار لتحت كان تري شارجي البنات بالمعينات ولكن ما كيبانوش ليا. كنحاول دائما نهز من الفوق، يعني معظم الوقت كنستعمل هادو اللي في الفوق هادو. وبالنسبه لها الطاس هادو كنفضلهم القهوه فيهم غزاله صراحه الله حسن من لي كرون. وبالنسبه للطبيسلات كما قلت لكم كنحاول ناخذ هاد لي مارك هادو اللي كيكونوا غلاظ، واخا كنلقاهم يعني في لي غران مارشي اللي كيتباعوا فيهم بزاف بحال المرجان اسواق السلام الى غير ذلك، ولكن مره تنطيح على الهميزات اللي كيكونوا باثمنه اللي هي غزاله تيكونوا داخلين من برا وما كيتهرسوش، وكذلك البلا فيهم تيجي غزال. باش ندوزو نوريكم واحد الجانب من العمل ديالي اللي وجدت فيه كذلك هاد الدهينه هذه اللي كتكون غزاله يا البنات، غزاله صراحه الله، كترجع تحت العين اشراقه وحيويه وكتحيد منه الاسودات اللي تيكون تحت العين بتعب النهار، وكذلك استعمال الحاسوب استعمال الهاتف، كما انها كتزيد التجاعيد اللي تيكونوا تحت العين كتزولهم مره. مده الاستعمال غادي تحاولوا تستعملوا لمده اسبوع غتلاحظوا النتيجه راه غزاله بزاف.
بالنسبه لهاد الجينه هذه راه غنيه بلي فيتامين، كاين فيها الفيتامين او، كاين فيها الفيتامين سي بكثره، وكتحيد كما قلت لكم التجاعيد اللي كتكون تحت العين والاسودات تحت العين. اللي بغاتها دوز عندي الخاص ولا تزورني في التيك توك، فالمنتوجات ديالي طبيعيه 100%. واللي بغات هذا المنتوج هذا ما عليها الا تشير ليا في الكومونتير ولا انا تقولوا ليا في التيك توك، فغادي يوصلها حتى لباب الدار ديالها. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوه. غزال البنات صراحه الله كنت كنوجدو لراسي فقط، ولكن في هذا المشروع هذا قلت لي ما لا نشاركوش مع البنات حتى هما. كاينين الناس اللي كيكونوا محتاجين لهاد المنتوجات هادو اللي كيكونوا طبيعيه. بالنسبه لهذا اللون الابيض، هذا منتوج اللي هو ديال ازاله رائحه العرق بشكل نهائي، وهو كذلك مصنوع كله من مواد اللي هي طبيعيه، اللي عباره عن كريمات بالاضافه الى الشبه الى غير ذلك. ما نحرقوش المراحل ديال هذا المنتوج هذا، غنخليهم في الاسواق وان شاء الله نتمنى انكم تجربوهم. وما تنساوش يعني دائما الاشتراك والدعم للقناه، وما تمشيو فين تابعوا لا فيديو حتى للنهايه. اذا بعد ما هضرنا على هذا المنتوج هذا اللي هو ديال ازاله التجاعيد وكذلك الاسوداد اللي كيكون تحت العين، غادي نمروا لمجموعه من المنتوجات الاخرى اللي هي طبيعيه ومستوحاة من الطبيعة 100%. هنا اختاريت في جلسة التصوير في الطبيعة، لأن جل ولا نقول بأن كل منتوجاتنا مستوحاة من الأشياء اللي هي جات من لا ناتور، من الطبيعة، من كذلك أعشاب، من مجموعة من الحويجات اللي كينفعوا البو ديالنا بالمستخلصات الطبيعية من الزيوت إلى غير ذلك. ونتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في لا فيديو القادم ان شاء الله. ومع السلامه، خليت لكم الصحه والسلامه وطول العمر.